7 صباحا كنا امام اللجنه اللي فتحت 8 صباحا. انا اول من تقدم اخذت وصل من رئيس لجنه الانتخابات العامه اللي هو بقى ادوا له مكافاه بقى وزير العدل دلوقتي، وصل ان انا رقم 1 ورمز الهلال. اوكي. وفضلنا واقفين قدام باب اللجنه، لم يدخل لا الرئيس مبارك ولا وكيلا عنه، وعارفين الاسامي اللي دخلت بالارقام، 1 مين 2 مين 3. لا يمكن ان يكون اي شخص وكيل عنه بالحزب، ما دخل اي شخص ولا مخلوق. احنا عارفين واحد احنا واقفين على باب اللجنه قبل ما تفتح، نطرتوا حتى اغلاق باب الترشح لغايه اغلاق باب الترشح. تاني يوم اولا وكاله الانباء الرسميه المصريه طلعت اول خبر وكان رقمه اظن 36، قالت ان ايمن نور اول ما تقدم للترشيح وحصل على رمز الهلال ورقم 1. وانا معايا وصل بخط ايد رئيس اللجنه وزير العدل، ما زال يعني ممكن كنت اجيبه معايا كمان. الخبر 186 بقى، ده 36 186 قال لك وكان الرئيس مبارك اول من تقدم وحصل على رمز الهلال ورقم 1. فانا كلمت السيد رئيس اللجنه، قلت له سياده المستشار، قال لك لا احنا مالناش علاقه بالاعلام، ده كلام ما يعنيش. انت اول واحد يفتح السجل اللي مكتوب في القانون يسجل فيه. فانا قلت له من فضلك اكتب في اول صفحه. قال لي دي صفحه هامش. قلت له طب اشتغل. كتب اسمي اول واحد ورقم 1. قلت له من فضلك اشطب فوقه عشان ابقى متاكد ان مش هيحصل ده، وحدث. قال لي قدم طعن وانا هقف معاك. قدمت طعن واترفض. قال لي اصل في ناس اخر خالص ادوا له الرمز والرقم وهو لم يتقدم. واقع اخير هقولها لك، ونفس رئيس اللجنه وما زال حي وانا حي والاخرين احياء. عندما ذهبت يوم الانتخابات عشان اتقدم بطعن على نتيجه الانتخابات، وعندي ناس ماتت وناس واحداث كانت خطيره جدا، طلب مني ان اقدم طعن وقال لي عشان خاطري احنا مش قادرين نبلغه. قلت له مش قادرين تبلغوا مين؟ قال لي مش قادرين نبلغ الرئيس بالنتيجه. تقول ايه؟ قال لي ما حدش قادر يقول له ان انت جايب 24% وفلان. قلت له قال لا انا ما بلغوش فلان. قلت له يعني انا جايب 24%؟ قال لي قلت له انا هطعن الرقم ده غير صحيح. قال لي يا 24% وانت عندك 40 سنه ودي اول انتخابات في تاريخ مصر. قلت له هطعن. قدمت طعن، بعد 30 دقيقه طلع في التلفزيون وقال انا جايب 8.5%. بس نفس الشخص. فتقول لي انتخاب مبارك. انتخاب مبارك فين؟ في الاحلام ولا في الكوابيس ولا ايه بالظبط؟ مصر عندها كابوس، مصر عايشه كابوس طويل جدا مش عايز يخلص. بعد الفاصل الاعلاني سيناريوهات المرحله المقبله بعد الرئيس حسني مبارك ماذا يمكن ان تكون؟ هل سيعود الرئيس حسني مبارك في 2011؟ هل ستكون دفه لجمال مبارك، لايمن نور، لمحمد البرادعي؟ علاقه ايمن نور بمحمد البرادعي بالتجمع امام انتخابات رئاسيه، كيف سيتفق كل المعارضين على اسم واحد لمواجهه آل مبارك، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بحزب الغد، حزب الغد شخصيا الذي تترأسه حضرتك، بعض علامات الاستفهام حول هذا الحزب، انشقاقات، أصبح اسمه حزب الغد المتنازع عليه. على كل حال الإجابة بعد الفاصل الإعلاني. مشاهدينا فاصل قصير ونعود.